حصل ان امبارح جم الاخوان نزلوا ومشوا زي ما نزلوا. هم عملوا رساله اللي هم عايزين يشيلوا القضاء ويطهروا القضاء، وبعد كده مشوا ولا عملوا اي حاجه، ولا محلات اتكسرت ولا اي حاجه. يعني بالنسبه ل 26 يوليو طلعت حرب، يعني مفيش اي حاجه حصلت. اللي حصل بقى في عبد المنعم رياض البلوك و6 ابريل. 6 ابريل اللي هو كان المفروض الاتوبيسات بتاعت الاخوان اللي هم بيركنوا في عبد المنعم رياض او في الاسعاف عشان يجوا مثلا يعملوا المليونيه، حرقوا الاتوبيسات ماشي. بس لكن الاخوان احنا واقفين في الشارع ولا اي حاجه، زي ما جم زي ما مشوا. مفيش اي اعمال تخريب في شارع 26 ولا المحلات قدامك اهي كلها فتحت، ولا محل مكسور ولا محل قفل ولا اي حاجه. هم جم وقفوا ادوا الرساله اللي عايزين يقولوها، ادوا الرساله اللي قالوها اللي عايزين يطهروا القضاء ومشوا الساعه 6 بالظبط. ما بقاش في واحد. طب وانت ايه رايك في الاحداث اللي حصلت امبارح في عبد المنعم رياض؟ لا طبعا بلطجه وقله ادب، واحنا اكتر ناس هنا في وسط البلد ده اصلا معرضين للقرف ده كله. تمام بس شكرا. انا احمد صلاح، انا هنا من احد البياعين اللي في شارع 26 يوليو. امبارح المظاهرات اللي كانت لنا، انا شفت امبارح على بعض القنوات ان هم او بعض المواقع الاخباريه ان هم بيقولوا الاخوان كسروا او خربوا. لا بالعكس، ده هي المظاهره بتاعتهم كانوا سلميه وكانوا منظمين غيرهم. يعني انا ده بتكلم كده ولا انا انتمي للاخوان ولا اي حاجه. كانوا منظمين، كانوا قافلين كل المخارج عشان ما فيش حد يندس بيناتهم. اكتر حاجه هم عملوها هم كانوا بيرسموا رسم جرافيتي على الارض، واللي بيقول الاخوان كسروا وبهدلوا يجي يروح يشوف كده دار القضاء هيبص هيلاقيهم ملونين الحاجات اللي كان منظرها مشوه لدار القضاء، الرسومات مشوه دار القضاء. طب هل قاموا بعد التكسير بعد التخريب المناشدات مع مشادات مع اي حد هنا؟ ما كانش في اي تكسير ولا اي تخريب. كان في البعض بيحاول يصطنع ان هم يشد معاهم، لكن زي ما بتقول كانت في ناس عاقله منهم كانت بتتدخل عشان تمنع اي حديث مع بعض عشان يعني ما يوسعوش الموضوع. تمام. الاحتكاك كان بيبدا منهم هم ولا من؟ ما كانش في احتكاك، كان بيبقى في احتكاك من بعض الناس اللي ماشيه هم، ولا يعني ما كانش في حد بيرد عليهم خالص. خلاص.